البنك اللي بيقدم خدمة ويسترن يونيون عشان نستلم آخر حوالة من اليوتيوب بالدولار. خلاص دي آخر حوالة، ما عادش في حوالات تانية هنستلمها من ويسترن يونيون ولا هنستلمها بالدولار عن طريق اليوتيوب، وده بيثبت لنا ان المتاح لن يدوم طويلا. توثيق آخر حوالة من جوجل، يعني هي مش مبلغ كبير، دول $47، بس دي آخر $47 هنستلمها من جوجل عشان تتأكدوا ان المتاح لن يدوم طويلا. وانتهت أسطورة يا جماعة الربح بالدولار من اليوتيوب. ده المبلغ أخدناه مصري، أم الدنيا، حلو المصري. ده المصري يا جماعة، الحمد لله على فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. وهنا المتاح لن يدوم طويلا، الدولار لم يدوم طويلا. فيديوهات كتير، اعمل قناة على اليوتيوب واربح بالدولار، انتهى هذا المحتوى. لكن هيظل الكونتنت كرييشن مصدر دخل محترم جدا لو فعلا 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 اهتميت بيه وبذلت فيه مجهود، هتعيش كويس جدا جدا. دي كانت قصة المتاح لن يدوم طويلا، الدولار واليوتيوب. ياما ناس كتير وحققوا ثروات مليونية من الدولار، وياما ناس يعني كانوا فقراء جدا، وبسبب ان هم استغلوا اليوتيوب، استغلوه استغلال تام، نجحوا وحققوا ثروات عظيمة جدا جدا. دلوقتي انتهت أسطورة الربح بالدولار، خلاص ما عادش فيه دولارات تاني من اليوتيوب. لو انت من مصر هتقبض بمصري، لو انت من اي بلد تانية هتقبض بالعملة اللي انت فيها. وهنا بعد سنين طويلة جدا 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 خلاص ما عادش فيه ربح بالدولار من اليوتيوب، ما عادش فيه الثغرة اللي الناس استخدمتها وحققت ملايين ملايين من الدولارات بفضل اليوتيوب. بس هما طبعا ما جابوش الملايين دي بسهولة، ده كان بتعب وكد واجتهاد. استغلوا الفرصة اللي واخدوا بالهم من المبدأ ان المتاح لن يدوم طويلا، فعلا لن يدوم طويلا. والحمد لله ان هم استغلوا الفرصة، وانا واحدة من الناس اللي بدأت كنت فيها، بس ما حققتش ارقام كبيرة من اليوتيوب، بس استغلت الفرصة وقبضت كتير جدا من اليوتيوب بالدولار. ما عادش في دولارات تانية، وكل يوم بعد يوم مبدأ المتاح لن يدوم طويلا بيتثبت قدام عيني. ده كان مثال بسيط جدا عن مثال في حياتنا. احنا من ساعة لما وعينا على الدنيا واحنا اليوتيوب يعني دولار، اليوتيوب يعني هتكسب بالدولار، اليوتيوب يعني مصدر دخل ليك بعملة أجنبية. من ساعة لما وعينا على الدنيا حاجة و20 سنة ولا حاجة و30 سنة. شوف الأسطورة دي، أو من ساعة لما طلع اليوتيوب وان انت تكسب منه، دي بقالها كام سنة كام سنة. بعد كل السنين دي كلها للأسف ما دامتش. شايف يعني موجودة بوفرة، وقال انا بكرة هعبد القناة، انا بكرة هبقى اتعامل. يا عم ده عايز نفس يا عم. في غيرك بدأ واستغل الفرصة وحقق فلوس كتيرة جدا جدا جدا، ودلوقتي ممكن كمان يكون فعلا بقى دخله بالدولار من مصادر اخرى تانية، مش اليوتيوب هو بس المين سورس بتاعه، بس استغلوا الفرصة. انت بعد السنين دي كلها ما اخدتش خطوة، وانتهت الأسطورة وانتهى الربح بالدولار وخلاص، برضو ما اخدتش خطوة. عشان كده لازم تفهم وتتعلم ان المتاح مهما طال لن يدوم طويلا. بس كده، دي كانت قصتنا النهاردة، قصة المتاح لن يدوم طويلا. حقيقي نفسي اعمل من المتاح لن يدوم طويلا دي سلسلة من الفيديوهات، انشر ليكم مواقف كتيرة جدا في حياتي بصراحة. يعني من ساعة لما بدأت اركز على المبدأ ده او الكونسبت ده ان المتاح لن يدوم طويلا، وما بقيت بركز جدا وبقيت خايفة جدا اي حاجة تيجي قدامي ما استغلهاش، بس بطمن نفسي ان ايه، لو حاجة مكتوبة لي هاخدها رغم اي حاجة، بس لازم اعمل الاكشن واستغل اي فرصة تجيلي. فان شاء الله هحاول اعمل سلسلة فيديوهات كتيرة واشير معاكم
كونسبت المتاح لن يدوم طويلا بكثرة. يعني اليوتيوب ده يا جماعة ده حتة ان هو الربح بتاعه تحول من الدولار للعملة المحلية بتاع بلدك، ده حاجة. كمان اليوتيوب كنت انت ممكن تبدأ الربح، يعني اليوتيوب دي قصته ممكن فيها 3 دروس هبقى اشرحها لكم الدرسين. يعني انا شرحت لكم درس، لسه درسين كمان هشرحها لكم. اليوتيوب هو اكبر مثال ان المتاح لن يدوم طويلا. السهل دلوقتي صعب بعدين، الفرص الموجودة دلوقتي هتقل بعدين. كل ما التكنولوجيا هتتوسع كل ما هيحصل تزاحم وتضاخم، فالفرصة وهي في بدايتها بتبقى أنسب وقت لجني الثروات وتحقيق النجاحات فيها. بس كده، فيا رب يكون استفدتوا من قصة المتاح لن يدوم طويلا، واتمنى تبداوا تاخدوا خطوة في الكونتنت كرييشن. وصدقوني يا جماعة الكونتنت كرييشن هي مهنة محترمة جدا، هتحتاج منك وقت ومجهود تبذله، بس حقيقي هتحتاج من ثمار لا تتوقعه، وهتجني ربح ودخل يعني ما شاء الله يقدر يعيشك ميسور الحال حتى لو هتقبض بعملة بلدك. بس كده، اشوفكم ان شاء الله في قصة جديدة وحكاية جديدة وكود جديدة هنستفاد منها مع قصة. فما تنسوش بقى لو استفدتوا من قصة المتاح لن يدوم طويلا واليوتيوب تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وانتظرونا ان شاء الله في حكاوي جاية تانية كتير قريبا، وهنحكي مع بعض وهنشير الدروس مع بعض درس. بس كده، يلا باي باي روني.